برونتو دا مانجاري. النهارده بقى عملنا وصفة خطيرة قلب السوشيال ميديا، طالعة ترند. هي كبسة إلهام. أنا الصراحة يعني مش من الحاجات اللي بحب أجربها قوي، الحاجات اللي بتبقى ترند دي، بس يعني لقيت إن في ناس كتيرة قالت طعمها خطير، وطبعا أنا بحب عامة التغيير، فليه ما نجربهاش. أنا كنت عاملة السنة اللي فاتت الكبسة العادية، هي مختلفة حاجات بسيطة، وهقول لكم على الاختلاف يعني في الفيديو، ولكن سهله وطعمها بصراحه تحفه. والرز بتاعها طبعا لازم يكون الرز يعني ايه، فيه صوص كده، يعني ما يبقاش الرز ناشف ورز بسمتي نسري، لا، لازم يكون فيه صوص. وهي دي بقى يعني الميزه والتركه في التسويه بتاعه الرز. وطبعا الفراخ تحفه، استوت طبعا مع الصوص، وعايزه اوريكي قد ايه هي دايبه بتتفصص. يعني بصراحه الوصفه تحفه بجد وتستحق التجربه، وفيها شويه تريكات جامده. عملت جنبها سلطه خضراء زي ما الهام قالت، وسلطه زبادي، وعملنا وصفه الهام. لو عايزه تعرفي انا عملتها ازاي، ادخلي على قناتي اكلات ايطاليه ومصريه مطبخ رشا وانتي تعرفي انا عملت كبسه الهام ازاي. وبولا